السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل ميدالية حلوة قوي بشكل الوردة من الورود المجسمة، وشكلها مميز جدا، وكمان طريقتها وخطواتها سهلة. هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة إن شاء الله تعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهاردة خليني أذكر كل حبايبي وأصدقائي اللي بيشوفوني أو بيتابعوني لأول مرة انه اشتغلنا موديلات وباترونات متنوعه كتير من الميداليات بالاشكال اللي احنا شايفينها كده. اذا ما شفتهاش معايا هتلاقيها كلها متوفره على اول تعليق مثبت تحت الفيديو، اضافه الى كل لينكات التواصل والصفحه الرئيسيه اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرمية الكريستال الفرنساوي الرفيعة. هستخدم لونين مختلفين، بس طبعا نفس التطبيق تقدري تستخدمي اي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغلي منها. الخيوط دي هشتغل عليها بإبرة رقم 3 ملم. هحتاج لإبرة التنظيف وللمقص. اول خطوه ببتدي اعمل الحلقه السحريه على السبابه والاوسط بالشكل ده كده. بلف طرف الخيط مرتين، بنزل اسفل اول فتله، بسحب رقم 2 وبلف ايديا نفس الفتله هي رقم 2، باخدها واطلع بيها من الحلقه اللي على الابره. اتكونت عندي دايره صغيره بالشكل ده كده. تمام. هبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ هاخد سلسله وهرفع الخيط شويه كده، ادي لنفسي براح لفوق، وهلف الخيط على الابره وابتدي اشتغل غرزه بف مكونه من 4 لفات. دي كده اللفه الاولى. هدخل جوه الدايره واسحب الخيط، وهكرر كده 4 مرات. كده اللفه الاولى، اللفه الثانيه بالشكل ده كده وبدخل اسحب الخيط، اللفه الثالثه برضو بنفس الطريقه، واللفه الرابعه والاخيره بدخل واسحب الخيط من جوه الدايره. بعد 4 لفات بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات اللي معايا على الابره واقفل على الغرزه بسلسله. هكرر كده جوه نفس الدايره بنفس غرزه الباف المكونه من 4 لفات دي لحد ما اكون جوه الدايره نفسها 12 غرزه بنفس الطريقه. فهلف الخيط عشان اكرر بقى بالشكل ده كده، وهدخل جوه الدايره اسحب الخيط وارتفع شويه، ادي لنفسي براح كده، وهلف الخيط على الابره كده اللفه رقم 2. الف الخيط وادخل جوه الدايره اللفه رقم 3، الف الخيط وادخل جوه الدايره اللفه رقم 4. بعد 4 لفات بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزه بسلسله، وابتدي اكرر بقى بنفس الطريقه. بلف الخيط، هدخل اسحب 4 لفات. ادي اللفه الاولى، الثانيه، الثالثه، والرابعه. بعد 4 لفات هسحب كل الحلقات واقفل على الغرزه بسلسله. اكرر بقى بنفس طريقه غرزه البف كده لحد ما يتكون عندي 12 غرزه. شايفين انا كده اشتغلت 12 غرزة بف. في الغرزة الاخيرة منساش اقفل على الغرزة بسلسلة، وهقفل منزلقة فين؟ على توب اول غرزة بف اشتغلتها في السلسلة المفروض بجمع بيها الغرزة او بقفل بيها على الغرزة في التوب كده. هسحب غرزة منزلقة، وكمان هسحب طرف الخيط اللي هو البداية ده عشان اقفل سنتر الدايرة بالشكل ده كده. وبكده نبقى انتهينا من الدور الاول. المفروض هنا كده ارفع الخيط واقصه، ومن نفس القطعة دي بنشتغل قطعتين. طبعا انا اشتغلت القطعة الاولانية اهو، فمش هفصل الخيط هنا، هنبتدي نكمل الشغل بتاعنا بعد ما بشتغل القطعة التانية بنفس الطريقة كده. ببتدي ان انا اخد القطعتين على بعض واقفلهم بغرزة الحشو. طبعا عندنا غرز منتظمة، فكل اللي احنا هنعمله هبتدي ان انا اخد غرزة قصاد غرزة بغرزة الحشو، فهدخل في الغرزة اللي عليها الدور بالشكل ده كده، وهاخد اي غرزة من القطعة التانية وابتدي اسحب الخيط. هشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها، وابتدي اكرر بقى بنفس الطريقة الغرزة اللي عليها الدور والغرزة المقابلة على الاتجاه التاني، وابتدي اسحب الخيط من القطعتين واخد غرزة حشو، واستمر داير ما يدور القطعة. كل غرزة بتقابلني باخد الغرزة المقابلة ليها على القطعة التانية كده واشتغل غرزة حشو لحد اما نوصل على البداية بتاعتنا مرة تانية.
شايفين داير ما يدور وقفلنا القطعتين مع بعض بغرز الحشو بالشكل ده كده. بعد اخر غرزة هاجي على اول غرزة اشتغلتها واقفل غرزة منزلقة كده، نبقى نهينا الدور والراوند، وهرفع الخيط وهقصه، وهاجي على اي غرزة من على الدايرة بالشكل ده كده، وبحلقة بداية جديدة من اللون اللي هشتغل منه هسحب اللون وهرتفع على البداية ب3 سلسلة، 1 2 3، ثم هلف الخيط على الابرة وهروح على الغرزة اللي جاية وعليها الدور على طول. هشتغل غرزة بف مكونة من 8 لفات، فزي ما احنا شايفين كده هاخد اطراف الخيط تختفي بالمرة، وهلف الخيط على الابرة وهدخل بالشكل ده كده على الغرزة اللي عليها الدور واسحب وارتفع بالابرة كده للمسافة بتاعة ال3 سلاسل، وهكرر بقى 8 مرات كده. اللفة الاولى هلف الخيط وادخل اسحب، اللفة التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، والستة، السبعة، واللفة التامنة والأخيرة. بعد ما بلف 8 مرات لغرزة البف بالشكل ده كده بسحب كل اللفات وهرتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، ثم هروح على الغرزة اللي جاية وعليها الدور على طول، هدخل بالشكل ده كده واقفل غرزة منزلقة، بطلع من الحلقة اللي على الإبرة. شايفين اتكونت عندي بتلة بالشكل ده كده، وعلى مدار الدور كله هنكرر بنفس الطريقة من المنزلقة اللي بنشتغلها كده. نرتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، ثم الغرزة اللي جاية وعليها الدور هكون بف مكون من 8 لفات. ادي اللفة الاولى بالشكل ده كده، وارتفع ادي لنفسي براح اللفة، تمام. الف الخيط، اللفة التانية، 3 4 5 6 7، واللفة التامنة والأخيرة. بعد 8 لفات بالشكل ده كده هسحب كل الحلقات اللي على الإبرة وارتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، واروح على الغرزة اللي عليها الدور واقفل غرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين هو تكرار وحيد، وهكرره على مدار الدور كله بنفس الطريقة. من المنزلقة بنرتفع 3 سلسلة، ثم بلف الخيط على الإبرة وأكون على الغرزة اللي جاية وعليها الدور بف مكون من 8 لفات. ادي 1 2 3 4 5 6 7، واللفة التامنة والأخيرة. بعد 8 لفات كده هسحب كل الحلقات وارتفع ب3 سلسلة، واروح على الغرزة اللي جاية وعليها الدور واخد منزلقة، وابتدي بتلة جديدة، وهكذا بقى ولحد ما نوصل للبداية بتاعتنا مرة تانية. وصلت على نهاية الدور بنفس البتلة كده، وفي النهاية بعد اخر منزلقة اشتغلتها على اخر غرزة هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نرتفع للدور اللي جاي ب3 سلسلة، 1 2 3، وهنيجي على منتصف اول بتلة هتقابلنا في عين طب الغرزة بالشكل ده كده، تمام. وهاخد غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبنطلع منها. بعد كده هكرر بنفس طريقة العمل، هرتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، وشايفين المكان اللي فيه المنزلقة ده هرجع اشتغل فيه غرزة منزلقة بالشكل ده كده، وهكرر بنفس طريقة العمل على كل بتلة. برتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، وهروح على طب غرزة البف نفسها في الغرزة المجمعة، غرزة البف فوق كده، وهسحب غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. هاخد 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح على مكان المنزلقة وهسحب غرزة منزلقة، وهكرر بنفس الطريقة. باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وفي طب غرزة البف اللي بتقابلنا على طول على طب الغرزة فوق كده، وهسحب غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. اخد 3 سلسلة واروح على مكان غرزة المنزلقة اللي ما بين غرز البف وهاخد منزلقة. زي ما احنا شايفين بنفس التكرار كده، وهنكرر على مدار الدور كله لحد ما نوصل على البداية بتاعتنا مرة تانية. وصلت على النهاية بنفس طريقة العمل، وبعد اخر منزلقة بالشكل ده كده هاخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهقص.
وفي المرحلة دي اي زوائد خيط معايا بلضمها على ابرة التنظيف وبدخلها تحت الغرز بتاعتي شوية بالشكل ده كده بسراجة عادية. لما بتختفي معايا على مجموعة من الغرز بتخلص من الزيادة وبقصها. وزي ما احنا شايفين كده يبقى انتهى التطبيق معايا. بنركب له الميدالية بالشكل ده كده ونقدر نستخدمه للمفاتيح. شايفين قد ايه من التطبيقات السهلة والبسيطة. اتمنى تجربوها معايا، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معايا على القناة ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن، وفعلوا إشارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.